فالبريك ده احنا هناخده مع المطرب استاذ سامو. تمام. فهو هيعمل مقدمه الاول. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بس أقدم الأغنية كلمات الشاعر محمد عبد الغني مصطفى وألحاني أيوة مصطفى. الأغنية دي نعملها بالظبط من سنتين، يا رب تعجبكم. هو من ضمن الستار اللي بتلمع اول صناع. تمام. وفي قاعدين في القاعه هنا ستار تانيين. تمام. فانا حابه صوته قوي. انا بحس بصراحه اني بطمن لما بسمعه. سامو قال كلمه كويسه قوي. انا لفيت بالشغل بتاعي ما لقيتش حد يقبل. تمام. مين هيقبل؟ وقبل الثوره يتقبل ازاي؟ لما كل
سوري انتوا عارفين اللي موجود في السوق ايه. لما يكون حد عنده قيمه، انا الاول نتفق ان الاغنيه دي فيها قيمه ولا لا. انا بدل ما اسمع اغاني للفاكهه وللخضر وخلاص ده هيتفرض علينا النموذج دوت يعني هنبقى منساقين وراه. طب ما احنا عندنا حاجه كويسه، لا مخرجين هتاخدها ولا فيديو كليب بتاعها هيتعمل. احنا في ايدينا بعد الثوره دي ان في ايدينا خلاص ان احنا نبقى عايزين اللي احنا نكونه، مش اللي اتفرض علينا، صح؟ ده مش في المجال الفني بس. انا عايزه ردود افعال اللي انا بقوله ده ولا لا. استاذ كريم يسقف بالكامل، صح؟ المفروض انه بالكامل. هو قال الكلمه دي والكلمه دي انا لما سمعتها جرحتني ووجعتني قوي. لما ما فيش ناس الانقياء الاوفياء، الاستاذ عمرو خالد في المؤتمر الاخراني قال احنا عايزين ناس الانقياء الاخفياء.